إزاي قدرت أخلّي ابني ينام 12 ساعة بالليل متواصل وهو عنده 6 شهور؟ لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا دويدار وده بودكاست قعدة أمهات. أول سفرية ليا بعد الولادة كان كل الناس اللي بتشوفني ويسألوني فين نوح وأقول لهم نايم كانوا بيستغربوا جدا إن هو ما بيصحاش طول الليل. في الحلقة دي هحكي لكم قصتي مع نوح وإزاي قدرت أوصله من بيبي بيصحى كل شوية لأن هو بينام من 11 ل 12 ساعة متواصلة بالليل وهو عنده 6 شهور. دي مش وصفة سحرية ومش محاضرة، دي قعدة فضفاضة من أم لأم، وهنفهم سوا ببساطة إيه العلم اللي ورا الروتين الصغير اللي أنا التزمت بيه من وهو عنده 3 شهور. لو انتي أم مراهقة وحاسة إن النوم حلم بعيد، الحلقة دي معمولة عشان تطبطب عليك. جملة إن ابني بقى بينام 12 ساعة متواصلة وهو عنده 6 شهور، الجملة دي لوحدها ممكن تستفز أي أم ما بتنامش بقالها شهور، وممكن تخليكي تقولي لأ مستحيل انتي أكيد بتبالغي. أنا نفسي لو كان حد قالي الكلام ده وأنا لسه والدة كنت هبصله نفس البصة اللي كنت بشوفها من كل الناس. بس خليني أحكي لكم القصة من الأول. أول حاجة لازم أقولها لكم إن قبل أي كلام علمي أو روتين، ده كان أولا وأخيرا فضل وتوفيق من ربنا، مش بس شطارة مني. تاني حاجة، كان في حاجة صغيرة جدا ورا الفضل ده، روتين بسيط أوي التزمت بيه، بس بدأت من بدري شوية، من وابني عنده 3 شهور، وما كنتش مستعجلة النتيجة، وهي دي أهم نقطة. أنا كنت كل يوم بهدوء بعمل نفس الحاجتين اللي هقولكوا عليهم. أول حاجة، أنا كنت برضع ابني لحد ما يشبع تماما، أخليه هو نفسه اللي يسيب الرضاعة ويرتاح. كنت بحاول إني أقلل صحيانه اللي بيبقى سببه الجوع الحقيقي. تاني حاجة، كنت كل كام يوم بقدم ميعاد نومه دقايق قليلة. في الأول خالص أنا ابني كان بينام كل يوم الساعة 2 بعد نص الليل، وده بيبقى شيء مرهق جدا للأمهات. بدأت كل يوم أقدم ميعاد نومه 15 دقيقة، يعني لو النهاردة بينام الساعة 2، بكرة هنيمه الساعة 2 إلا ربع، بعده هنيمه الساعة 2 إلا تلت. صدقوني الدقايق القليلة دي اللي بالنسبة لكم ولا حاجة، هي بتعمل تغيير رهيب في روتين نوم الطفل، وده كله على حسب هو متقبل ايه النهاردة. الفكرة اننا لما بنقدم ميعاد النوم تدريجيا، احنا بنساعد المخ يفهم ان الليل ده للنوم الطويل، بنساعده يفرز هرمون النوم بدري شوية كل مرة، فالساعة البيولوجية بتاعة الطفل بتتظبط لوحدها من غير صدمة ومن غير عياط كتير وضغط أعصاب. وهنا بقى الحتة العلمية اللطيفة اللي من غير محاضرات. العلم بيقول لنا إن الطفل أول ما بيتولد ساعته البيولوجية بتبقى لسه مش متظبطة، هو مش عارف الفرق ما بين الليل والنهار. هرمون النوم ما بيبدأش يتكون عنده غير بعد 2.5 ل3 شهور. فاللي أنا كنت بعمله من غير ما أقصد طلع ليه تفسير علمي بسيط. في ناس هتقولي إن حرام طفل في السن ده يفضل نايم عدد ساعات طويلة كده متواصلة من غير ما ياكل. الكلام ده مش دقيق. طالما الطفل بينمو بشكل صحي، وزنه مثالي لسنه، وكل العلامات الحيوية بتاعته ما فيهاش أي مشاكل، وده طبعا مش احنا اللي بنقرره، الدكتور اللي بيتابع معاه. والطفل وهو نايم بالليل بعد ما بتبدأي تعوديه بيبدأ يتعود إن الأكل بيبقى الصبح بس، وبالليل ده للراحة وللنوم. عايزة أقولكم إن نوم الطفل بدري ما بين الساعة 6 و7 بيبقى ليه عامل كبير جدا في نمو الطفل بشكل صحي. الطفل بياخد كفايته وبياخد كل الفايدة من النوم بالليل. أنا التزمت بالروتين ده لمدة 3 شهور. على ما ابني كمل 6 شهور وصلت إن هو بينام ما بين 7 و8 بالليل، وبيصحى تاني يوم ما بين الساعة 6 و7 الصبح. بينام نوم متواصل، ما بيصحاش بالليل خالص. أوقات كان بيصحى بس ما بيصحاش علشان هو جعان، يصحى علشان عايزك تحضنيه وتطبطبي عليه شوية وبعدين يرجع يروح في النوم. فكانت النتيجة بعد روتين 3 شهور مريحة لينا احنا الاتنين. هو بدأ ياخد نوم ليلي أطول وأهدى، وأنا رجعت أحس تاني إن أنا بني آدمة، ورجعت لي حتة من طاقتي كأم. الالتزام بالروتين ده تدريجيا بيقلل عدد الصحيان بالليل لوحده. مرة يصحى 3 مرات، مرة يصحى مرتين، مرة يصحى مرة واحدة، لحد ما هتلاقي إن نوم ابنك بقى نوم منتظم. وعايزة أقول لكم برضو نقطة مهمة جدا، نوح كان بيرضع لبن صناعي. أنا بقول ده بمنتهى الوضوح عشان ما بقاش بخبي حاجة، ولكن ده مش معناه خالص إن الروتين ده ما ينفعش مع الرضاعة الطبيعية. المبادئ واحدة، فكرة الشبع وتظبيط الساعة البيولوجية واحدة، بس الفكرة كلها إن البيبي اللي بيرضع طبيعي
ارتباطه بالثدي ما بيبقاش جوع وبس، ده أمان وحنان وارتباط فطري جميل، فطبيعي جدا إنه ممكن ياخد وقت أطول شوية علشان يوصل لنفس النتيجة، وده مش فشل منك ولا من البيبي، دي طبيعة جميلة مختلفة وكل طفل ليه قصته. فكرة الشبع قبل النوم علميا بتساعد إن أول نومة طويلة في الليل تبقى أطول، فبندي فرصة للطفل يدخل في دورات نوم عميقة ورا بعض من غير ما يصحى جعان. شفتوا؟ مفيش سحر، السر كله في الصبر والاستمرارية وإنك تفهمي جسم ابنك. لو بتسمعيني دلوقتي وعينك مقفلة من التعب، عايزة أقولك إن انتي مش لوحدك، وكلنا مرينا بالمرحلة بتاعت هو أنا هنام تاني إمتى. الصبر والاستمرارية بيعملوا فرق أكبر بكتير من أي حل سريع بيتباع على النت. جربي تاخدي نفس وتبدأي بحاجة صغيرة خالص، وتدي لنفسك وللبيبي وقت من غير جلد ذات، ومن غير ما تحسي إن انتي أم وحشة لو اللي أنا قلتهولك ده منفعش من أول مرة. انتي أم عظيمة حتى وانتي مرهقة ومش نايمة. في الحلقة اللي جاية هشرح لكم ايه الأسباب اللي بتخلي الطفل يصحى من النوم بالليل غير الجوع، لأن مش كل ما الطفل يصحى نقول إن هو جعان. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية من بودكاست قعدة أمهات.